ايه اقوى موبايل للالعاب على الاطلاق؟ هو ده، وحقيقي قدراته جبارة. تعال احكي لك. ده هو الريد ماجيك 10S برو الجديد، والنهارده تم اطلاقه عالميا، وده تليفون مجنون. شكله مستقبلي جدا مع الظهر الازاز الشفاف ده وحلقات الكاميرات اللي تحت الازاز، وده بيخلي مفيش اي بروز للكاميرات. في اضاءات RGB في الظهر وبتتحكم فيهم من السوفت وير، وبيجي بشاشه رهيبه مقاس 6.85 بوصه بحواف رفيعه جدا وتردد 144 هرتز صاروخيه وسطوع بيوصل ل 2000 نتس. تجربه المشاهده والالعاب عليها رهيبه لانها بدون حتى فتحه للكاميرا الاماميه، هي موجوده بس مختفيه تحت الشاشه. الموبايل كمان بيجي بتريجرز تخصصهم زي ما تحب وانت بتلعب، كانك ماسك كونسول كده مش موبايل، وفتحه 3.5 مللي عشان لو حابب توصل سماعتك بسلك. اما الاداء فجنان بقى. لاول مره في العالم نسخه جديده معدله من اقوى معالج سناب دراجون، وهي السناب دراجون 8 اليت ليدنج فيرجن، مع معالج رسوميات ادرينو 830 وتشيب مخصوصه للالعاب وهي الريد كور R3 برو، مع رامات 16 جيجا وذاكره 512. بتاخد اداء خطير في كل اللي ممكن تحلم بيه. اما لو عايز تلعب بجد، حرك الزرار الاحمر اللي في الجنب ده وهيوديك لمود مخصوص للجيمنج، وساعتها هتلاقي ورا جنب الكاميرات ال50 ميجا بكسل في دايره بتلف وتنور، عشان دي مروحه حقيقيه للتبريد وبتخرج الهواء من الجنب هنا. اسمع كده، مع ليكويد ميتال على السي بي يو كمان، ووقتها انت بتاخد تجربة العاب انا عمري ما جربت زيها على موبايل قبل كده. الموضوع في حتة تانية خالص. اما البطارية بقى فمفاجأة، 7050 ملي امبير، بتتشحن في اقل من ساعة مع الشاحن ال 80 واط اللي جاي معاه في العلبة، وبتديك بقى عدد ساعات مهول من اللعب والاستخدام. حقيقي موبايل خرافي. قول لي رأيك فيه وتحب تلعب عليه ايه، وما تنساش تتابعني الفيديوهات اكتر عن التكنولوجيا والاختراعات.